ليه أعلم ابني البرمجة وأساسيات علوم الحاسب في سن صغير؟ إيلون ماسك هو مستثمر ومهندس ومخترع ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع تسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، وكمان شارك بتأسيس شركة التداول الشهيرة باي بال ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي. وبيل جيتس رجل أعمال ومستثمر ومبرمج، وهو اللي أسس شركة مايكروسوفت اللي هي دلوقتي أكبر شركة من شركات برمجيات في العالم، وكمان أنشأ مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية. وبما إنك بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي فأكيد أنت عارف مين هو مارك زوكربيرج، اللي هو المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي اللي كلنا بنستخدمه فيسبوك، وكمان هو واحد من أصغر أصحاب رؤوس الأموال في العالم. طيب عارف إيه اللي بيجمع بين التلاتة دول غير إن هم في قائمة أغنى 10 رجال في العالم؟ إن التلاتة دول بدأوا في دراسة علوم الحاسب من سن صغير جدا. والفكرة مش في إنهم بس يتعلموا البرمجة، الفكرة إن تعلم البرمجة في سن صغير بيوسع مداركك وبيساعدك إنك تفكر بشكل أفضل. وغالبا أكتر نصيحة بيقدموها للجيل الصغير هم وكتير من رجال الأعمال زيهم إنهم يبدأوا تعلم البرمجة في سن صغير، لأنها هتساعدهم في حياتهم بشكل عام. وعشان إحنا هنا في كوتش أكاديمي عارفين كل ده، فاحنا عملنا دبلومة الكمبيوتر ساينس لطلاب المدارس علشان تساعدك تستثمر في مستقبل أولادك بشكل أفضل. كلمنا دلوقتي علشان تعرف أكتر عن دبلومة الكمبيوتر ساينس لطلاب المدارس وتساعد ابنك إنه يطور نفسه. وبس كده، سلام.